يعني هو ينفع اجازه من غير ما نمتحن؟ لا طبعا ما ينفعش. طب نمتحن قبل الاجازه ولا بعد الاجازه؟ اكيد قبل الاجازه، علشان اسيبك كده زي ما تقول ايه، تاخد فتره نقاهه كده وتلم المناعه تمام التمام. تفاصيل امتحان شامل 3 فصول تلتين المنهج. ايه هي يا دكتور؟ يوم الجمعه الموافق 23/1 في السنتر هيكون عندنا امتحان مطابق لامتحان اخر السنه، نقدر نقول عليه على تلتين المنهج، دعامة وحركة، هرمونات، تكاثر. 46 سؤال بنموذجين بابل شيت، مطابق لاخر السنه يعني ب 60 درجه، باستخدام كتيب المفاهيم اللي معاك، كتيب مطبوع او PDF ممكن يشتغل بيه عادي خالص في اليوم دوت. تقسيمه الدرجات ازاي؟ 32 سؤال بدرجه، بعد كده 12 سؤال بدرجتين، ثم المقالي كل واحده بدرجتين. طب والازهر يا دكتور؟ في نموذج للثانويه العامه الازهريه بنظام الاسئله بتاعتهم، بحيث ان انت هيبقى عندك 3 نماذج في اليوم دوت. مستنيكم في السنتر، ذاكر كويس لان الامتحان هيكون مليان بالافكار الجديده عليك. مستنيكم كلكم، وبعد ما نخلص الامتحان ندخل في فتره الاجازه الصغننه اللي هنستعد بعديها لتكمله المناعه والDNA والRNA.